السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة أخبار مصر اليوم محمد حجازي. هنتعرف على موعد مباراة غدا الاثنين الموافق 9 يناير 2023 بين منتخب السعودية ومنتخب العراق، وهنتعرف على التوقيت والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين. بس يا ريت قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يجتمع منتخب السعودية ومنتخب العراق على استاد البصر الدولي شاهدا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25، حين يلتقي كل من العراق والسعودية في الجولة الثانية من مباراة المجموعة الأولى. يدخل منتخب السعودية المباراة بينما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين متصدرا ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي برصيد 25 نقطة. موعد مباراة العراق والسعودية هو غدا الاثنين الموافق 9 يناير 2023، وتقام المباراة على استاد البصرة الدولي. وسوف يتم انطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و6:15 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و7:15 بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة 8:15 بتوقيت الإمارات ودبي. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق، سوف تنقل المباراة عبر قناة الرياضية العراقية والرابعة العراقية. المتوقع لمنتخب العراق هيكون 4-5-1. حراسة المرمى جلال حسن، خط الدفاع ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، حسين عامر. خط الهجوم هيكون علاء عباس. التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية هيكون 4-4-2. حارس المرمى نواف العقيدي، دفاع أحمد بمسعود، زياد الصحيفي، مشعل الصبياني، مد ضلال عيان. الوسط ريان حامد، قاسم لجمي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي. خط الهجوم هيكون مصعب الجوير وتركي العامر. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى دعمكم واشتراككم في القناة عشان بيفرق معانا قوي، ويا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.